السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم زيارتي للشيخ أكرم سك الله أبو فتحي، نبارك له بمناسبة افتتاح المكتب الجديد لمرافعة الشرعية والوساطة. تعالوا نشوف معنا الشيخ أكرم سك الله. أهلا أبو فتحي. تفضل. السلام عليكم. مبروك مبروك، ما شاء الله ما شاء الله. اهلا وسهلا، تفضل. جماعة الخير، هذا مكتب للشيخ أكرم سك الله أبو فتحي للمرافعة الشرعية والوساطة. ألف مبروك. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، تفضل اخ منير. أهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا، مبروك ليك. طيب الشيخ أكرم سك الله، أول إشي زي ما حكينا ألف مبروك. شيخ أكرم احكي لنا على هذا المكتب عشان الناس تعرف على إيش المكتب هذا بالضبط. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني وأخواتي الكرام، لا شك أنه في السنين الأخيرة يمر الوسط العربي في الداخل بمسار خطير جدا جدا، وهو ازدياد في حالات الطلاق والعنف الأسري وضياع الأولاد وخراب البيوت ومشاكل في الميراث. لذلك ومن هنا رأيت أنه من ضروري أن أساهم وأكون جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع لمحاولة تقليص من هذه الآفة التي ضربت مجتمعنا، والمحاولة قدر المستطاع في الإصلاح ذات البين من خلال الأدوات التي اكتسبتها في عالم الوساطة وفي العلم الشرعي. وهذا مهم جدا قبل الوصول إلى أعتاب المحاكم الشرعية لفض الخلافات بين الأزواج خاصة والمجتمع في الأسر الإسلامية، لأنه عادة عندما نصل إلى أعتاب المحاكم الشرعية يصبح الخلاف بتضخم، ويبدأ من هنا الخلافات العنيفة في الأسر الإسلامية وبين الأزواج. هذه الآفة تهدد الوسط العربي من عام إلى عام بشكل خطير جدا في فقدان هويته وجذوره وتكاثره في الوسط العربي في الداخل. لذلك ومن هنا في انتهاء تعليمي الأكاديمي في الأحوال الشخصية وعالم الوساطة، حيث بفضل الله تعالى حصلت على الشهادة وبطاقة مزاولة مهنة المرافعة الشرعية، وكوسيط معتمد ميجاشير مسماخ في القضايا الصغيرة في المحاكم المدنية، وأيضا وسيط للأزواج ومحكم رسمي في المحاكم الشرعية في البلاد. وأيضا أقوم في عالم الوساطة أيضا في الموضوع المدني وأيضا في الموضوع الشرعي أيضا بشكل خاص في مكتبي، حيث نحافظ على السرية التامة للأزواج والعائلات الأسرية. وأيضا أختص في عالم المواريث وحصر الإرث وتوزيع التركات، وأيضا أعطي الاستشارات القانونية للمحاكم الشرعية، وأيضا استفسارات وتأمين الوصايا الشرعية، وأيضا تأمين وتحديد أمور الوقف. فلذلك أنصح الجميع عند الوصول إلى الخلاف الأسرية وخاصة بين الأزواج أن يكون إمساك بمعروف أو ترك بإحسان، فهذا الإصلاح ذات البين هو ما يقتضيه الأمر، خاصة في بلادنا في بما أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا أتوجه للجميع أنه بإذن الله تعالى سوف يكون افتتاح المكتب بشكل رسمي بيوم الأحد القادم بتاريخ 19/3/2023. ومن هذا المنبر أهنئ جميع المسلمين في اللد بشكل خاص وفي جميع الوسط العربي بشكل عام بحلول شهر رمضان المبارك. اللهم بلغنا رمضان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا حاج أكرم سك الله، مبروك المكتب وكل عام وانت بخير. وانت بخير، شكرا جزيلا.